لو بتعاني بعد ما قصيتي شعرك انه مش عايز يطول تاني او بيطول بصعوبة وبيحتاج منك فترة طويلة ممكن توصل لسنين عشان بس يطول كام سنتي، ولو عندك فراغات في شعرك وبتشتكي من القشرة والتساقط، يبقى اكيد الفيديو ده ليكي. تابعي الفيديو عشان تعرفي اكتر عن لوشن تولا، وهل هو فعلا بيحفز نمو الشعر وبيطول ويغذيه ولا لا. وهحكي لكم تجربتي معاه بعد ما استخدمت منه اكتر من عبوة واستمريت عليه اكتر من شهر. بصراحة لوشن تولا من أحسن المنتجات اللي ساعدت في تطويل شعري، لأنه بيتكون من زيوت وأعشاب كلها طبيعية، بتقوي الشعر وبتقلل من التساقط وكمان بتزود من كثافته. من مميزات تولا إنه بيملى الفراغات الموجودة في الشعر وبيحفز من نمو البيبي هير، وكمان أحلى حاجة فيه إنه بيعالج القشرة وآمن على كل أنواع الشعر. لوشن تولا بيتكون من خلاصة الروزماري والجينسينج وزيت الثوم والكافيين. بنركز واحنا بنستخدمه على فروة الشعر، بنرش من 6 ل8 بخات على جذور الشعر مع التدليك وعمل مساج لمدة 3 دقايق علشان نحفز الدورة الدموية ونمد الشعر بالغذاء اللي محتاجه ونوصل لأحسن نتيجة. ومن مميزات تولا إنه خفيف جدا والفروة بتتشربه بسرعة، يعني مهما حطيتي منه حتى لو حطيتي كل يوم مش هيتكون أي طبقة دهنية على فروة الشعر. من أكتر الحاجات اللي حبيتها في تولا إن بعد ما وقفته موقعليش شعري، عكس باقي المنتجات المسؤولة عن التساقط. بعد ما بنوقفها على طول بنلاحظ إن الشعر بيقع بكمية كبيرة جدا. ممكن كمان تستخدميه انتي وطفلك لأن في منتجات منه خاصة بالأطفال. زي ما عرفنا إن تولا بيتكون من الكافيين والروزماري وزيت الثوم وزيت الخروع. طب ايه فايدة كل واحد فيهم للشعر وبيحفزوا النمو ازاي؟ الكافيين والروزماري بيحفزوا نمو الشعر وبينشطوا البصيلات علشان تطلع نموات جديدة. زيت الثوم مضاد حيوي طبيعي بيحمي الشعر وبيغذيه. أما زيت الخروع غني بالأوميجا 3 بيعالج القشرة بجميع أنواعها. دي كانت تجربتي مع لوشن تولا. هو بصراحة بيساعد على تطويل الشعر وكمان بيساعد على إنباته وإن هو يطلع نموات جديدة، وأحلى حاجة فيه إن هو خفيف وفروة الشعر بتشربه بكل سهولة. استنوا الفيديوهات الجاية، هعمل لكم ريفيو عن شامبو بديل الزيت من تولا بعد ما جربتهم أكتر من شهر. نيجي بقى لآخر حاجة في الفيديو، السعر. أنا كنت جايباه مع عرض الشامبو بديل الزيت ولوشن تولا، كانوا هما التلاتة ب295 جنيه. عشان كده العرض هيبقى أوفر لك كتير عن إنك تجيبي كل منتج لوحده. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.